بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه مع سلوى وماما. معاكم سلوى الفحام. اولا حابه اشكركم الحقيقه على تعليقاتكم وعلى اعجابكم بالشنطه اللي احنا نفذناها الفيديو اللي فات، واتمنى ان شاء الله دايما نقدر نجيب لكم كل مفيد وجميل باذن الله. كنا عملنا ايد الشنطه ديت بطريقه حبل اللاسيه الروماني، واحنا حبيت الحقيقه اشرحه لكم مره تانية في الفيديو دوت على اساس يكون عندك سهل ان انت تقدري توصلي له، وكمان عشان نتكلم بشكل اكتر على اللاسيه الروماني. اوكي. اللاسيه بصفة عامة يا جماعة هو الحبل بتاعه بيبقى عبارة عن الشكل ده كده. ده حبل اللاسيه بصفة عامة. اوكي. طب بشتغله ازاي؟ انا بيبقى عندي المفرش بتاعي عبارة عن رسمة بالشكل ده، بيبقى ليها بداية وليها نهاية. انا بس حطها جوه الكيس عشان خاطر الورقة ما تتقطعش وانا شغالة. زي ما قلت لك بيبقى ليه بداية ونهاية، وانا بمسك بقى القطام بتاع اللاسيه او خيط اللاسيه ده، وابتدي امشي حسب الرسمة بالظبط. بفضل ماشية كده 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 لغاية ما اثبت كل حبل اللاسيه دوت على الرسمة بتاعة المفرش. اوكي. وبعدين بعد كده بالخيط والإبرة العاديين بيبقى فيه طريقة للشغل ان انا اشبك الاجزاء دي كلها ببعضها كده. بعد ما بشبكها كلها بيطلع لي المفرش في الاخر بالشكل ده كده. شايفين بيبقى شكله قد ايه جميل؟ تمام. طيب في اللاسيه الروماني بقى لا، احنا مش بنستخدم القطان ده. بنعمل ايه؟ بنعمل بالخيط نفسه. يعني الخيط اهو اللي انا مثلا هشتغل بيه المفرش، فبعمل القطان نفسه بتاع اللاسيه. اوكي. خلاص بقى مش بشتغل بده خالص، لا انا بعمله انا بايدي كده بالخيط، بالكروشيه يعني. وبعدين ابتدي اثبته على المفرش وابتدي اكمل شغلي عادي، الشغل بتاعي بتاع المفرش اللاسيه. طبعا بيبقى شكله مختلف، بيبقى شكله شيك جدا جدا وجميل. اوكي. فانا الحبل ده الحقيقه اداني فكره ان انا ممكن استخدم الحبل ده في ان انا ممكن نعمل ايد شنطه زي ما عملنا كده الشنطه اللي فاتت. ممكن نعمله حزام، ممكن نعمل 3 جنب بعض ونضفاهم ويبقوا ايد شنطه بس سميكه نوعا ما بالشكل ده كده. لو اتضفوا هيدوا شكل جميل جدا. شايفين بيبقى قد ايه شكله جميل؟ يعني هنا الخيط طبعا رفيع، جنجار رفيع، بس قد ايه شكله جميل اهو بالشكل ده. شايفين؟ طيب. فانا النهارده ان شاء الله حابه بقى اشرحه لكم مره تانية بشكل اوضح، بحيث زي ما قلت لك تقدري ان شاء الله تستفيدي بيه في اعمالك بالكروشيه او في اي حاجه عايزه تستخدميه فيها. بعمل ايه؟ اول حاجه هعمل عقده بدايه كده. تمام. وبعدين هعمل 3 سلسله. اوكي. 1 2 3. تمام. طيب. هخش كده في السلسله رقم 2 واسحب الخيط، وبعدين هدخل كده في السلسله رقم 1 واسحب الخيط. كده بقى عندي كام لفه؟ بقى عندي 3 لفات على الابره. اوكي. هلف الخيط واسحب الخيط من اول لفتين، وبعدين الف الخيط على الابره واسحبه من تاني لفتين. وبعدين هلاقي هنا كده، شايفين هنا في لفه اهي؟ شايفينها يا جماعه اللفه دي كده؟ فانا هلف الشغل بتاعي وهدخل الابره بتاعتي تحت اللفه دي كده. اول مره بس هتبقى لفه واحده، بعد كده على طول هنلاقيها لفتين. تمام. دخلت الابره تحت اللفه دي كده، هلف الخيط واسحبه من اللفه دي كده لوحدها الاول، بعدين الف الخيط واسحبه من اللفتين دول مع بعض. تمام. طيب. الف الشغل بتاعي كده، هلاقي هنا في لفتين اهم. ادي لفه وادي لفه، شايفينها؟ ادي 1 2. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هدخل الابره بتاعتي تحت اللفتين دول. تمام. وبعدين ابتدي اسحب الخيط، الف الخيط واسحبه من اللفتين دول الاول، وبعدين الف الخيط على الابره واسحبه من اللفتين التانيين. تاني الف الشغل بتاعي كده، هلاقي هنا في لفتين، هدخل الابره تحتهم بالشكل ده، الف الخيط اسحبه من اللفتين دول، الف الخيط واسحبه من اللفتين التانيين، وبعدين الف الشغل بتاعي، هلاقي لفتين، ادخل الابره تحتهم بالشكل ده، الف الخيط اسحبه من اللفتين دول، هلف الخيط على الابره واسحبه من اللفتين التانيين. نعملها تاني مع بعض. الف الشغل بتاعي وادخل الابره بشويش تحت اللفتين دول، الف الخيط واسحبه، الف الخيط واسحبه تاني.
سهله وبسيطه يا جماعه، وبتدي شكل جميل جدا جدا جدا. ادخل الابره تحت لفتين، الف واسحب من اول لفتين، الف الخيط واسحبه من اللفتين التانيين، وهكذا افضل شغاله كده للطول اللي انا عايزاه. ادي اللفتين اهم، الف الخيط واسحبه من اللفتين دول، الف الخيط واسحبه من اللفتين التانيين. شايفين؟ خلاص طالما ايدك مشيت فيها بتلاقيها سهله جدا جدا جدا. بحاول بس اشتغل قدامك كذا مره عشان خاطر تبقى واضحه. حاولي ما تبقيش شاده ايدك وانت بتشتغلي، عشان بس اللفتين دول يبقى سهل عليكي ان انت تدخلي الابره تحتهم ببساطه كده بالشكل ده. يعني حاولي ايدك ما تبقاش شاده. اوكي بالشكل ده. شايفين بقى الشكل بقى عامل ازاي؟ شوفوا قد ايه جميل. طبعا كل ما الخيط كان سميك كل ما شكله هيبقى باين اكتر، وبعدين تحسوا ان هو يعني متين، ممكن تستخدميه كايد شنطه، هيبقى شيك قوي جميل جدا. ايه رايكم فيه بقى؟ ان شاء الله يكون عجبكم وتستفيدوا بيه باذن الله. ونتقابل دايما على خير في فيديوهات جايه باذن الله. ويا ريت لو شرحي بيعجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.